الحوثيين هم جزء من المقاومة الإسلامية، محور المقاومة الإسلامية في العراق، وجزء مهم اللي من حزب الله اللبناني، حزب الله العراقي، حركة النجباء، ثم أنصار الله الحوثيين. فأنت لا تتوقع أنه الموضوع سيقتصر فقط على باب المندب، لا أبدا. أنا متأكد يعني ربما يعني كتحليل ربما اليوم تتحرك المقاومة العراقية، ربما تتحرك حزب الله في لبنان، ربما يقوم بقصف شمال إسرائيل. اليوم أكيد يعني سيكون هنالك تضامن مع أنصار الله الحوثيين في هذا الموضوع. لكن إذا تكلمنا تعبويا عن موضوع اليمن، أولا يعني هاي الفرقاطات اللي تأتي من أواخر العالم إلى هنا أسلوبها لديها وسائل حماية. يعني أنت تخيل المركبة الدبابة أو الT-90 الروسية والمركبة الإسرائيلية بها أجهزة استشعار تحميها من القاذفات ومن صواريخ المضادة للدبابات. فأنت تخيل هاي فرقاطة بها مدافع وحتى بها صواريخ باليستية وربما تحمل صواريخ نووية. فلذلك هذه تتوقع أنه ما يضعون عليها حماية؟ لا، يضعون عليها حماية ووسائل كشف رادارية من مديات بعيدة. شوف، راح أقول لك شيئا واحدا. احنا دخلنا حروب ويا أمريكا، لكن هي بيش كانت تتغلب علينا؟ هم إذا دخلوا بتماس ويانا، يعني إذا دخلوا بحرب مدن ويا اليمنيين، خسرانين تماما، يعني تصيبهم خسائر كبيرة. لكن هم لديهم الرادارات اللي تكشف مديات 7 كيلو على الأرض، أو ربما 14 كيلو مع طائرات الأباتشي. يعني المدى، يعني البرامس تكشف 7 كيلو أمامها. فأنت تخيل يعني الهدف عندما يكشف من مسافة 14 كيلو أو 15 كيلو متر يستطيعون إسقاطه. احنا ليش نتكلم عن الحروب التكنولوجية الحديثة؟ لماذا بعض الأحيان نحزن أنه نقول يجب أن تجهز جيش عراقي بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الموضوع؟ فمنو اللي راح يكون الطرف الخاسر؟ راح يكون الطرف اللي ما يمتلك مضادات أرضية تحميه، يعني مضادات جوية أقصد، سواء على مستوى الصواريخ أو مستويات أخرى على شكل منظومات تحميه من الصواريخ البالستية ومن المسيرات. أنا اليوم إذا ما عندي حماية من هذا الموضوع، لا، راح يصيبني الأذى. المعنويات، اللي يتكلم عن المعنويات، كلنا ضد إسرائيل وضد التحرشات وضد القصف، لكن المعنويات في مثل هذه الحروب للأسف لا تخدم كثيرا. اليوم أنا أشغل عقلي، أشغل مخي كيف أواجه مثل هاي القوة المميتة. أنا أعتبرها هذه قوة مميتة. اليوم أنت من تقصفك، من يصير قصف عليك من أماكن أصلا أنت ما تعرفها، من أماكن تبعد 40 كيلومتر أو 50 كيلومتر، مثل ما سوي بغداد قصفوها من فوق مدينة الصويرة، أو هذه كانت تقصف بغداد. فلذلك أنت ما تعرف من أين تأتي الصواريخ. هاي مشكلة. والمشكلة الأكبر القناعات تختلف يا أستاذ سرمد، وأنت تعلم هذا التطور بتقديرك كيف سيتداعى على جبهات أخرى. أشرت في سياق الحديث إلى محور المقاومة، ويشتمل أيضا على حركات داخل العراق. لم تتردد واشنطن بشن 73 غارة على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى. ماذا لو طالت مصالحهم هذه المرة بشكل أكبر في العراق؟ هل من الممكن أن يكون هناك سيناريو مشابه في العراق؟ الأمريكان يأخذون بعض الأحيان نوع العلاقات الطيبة بين الحكومات السياسية والهاي، لكن هنا قلتها لك عدة مرات من هذه الشاشة، عندما يصابون بأذى، يعني ينجرح عندهم واحد، يقتل صح. واحد، لا، ما راح يعيرون للعلاقات السياسية أهم شيء، لأن عندهم قانون يفرض على بايدن حماية الأفراد الأمريكان. عرفت له؟ لا، قانون. شوف، هم من ردوا آخر مرة، من ردوا وقصفوا يعني بالعراق، كان بقرار من بايدن، ذكر بصورة واضحة، أطلعنا الرئيس بايدن قلنا له هنالك 3 جرحى، أحدهم مصاب إصابة خطيرة، فأنت مطالب بحماية الأفراد الأمريكيين ضمن القانون كذا وكذا. ففورا طاهم الضوء الأخضر في هذا الموضوع.
يعني هم عندهم فد بروباغندا معينة. يعني أنا أقول يعني ربما اقترحت يعني في احدى الاماكن، قلت ما راح يستطيعون يوقعون بهم الاذى الا من خلال الزوارق السريعه. ربما الزوارق السريعه وبكميات كبيره، مثلا يتجه 50 زورق سريع. الادوات الدفاعيه ربما يعني خلينا نقول تستطيع ضرب 10 او 20 او 30، لكن حتما سينفذ من هذا الجدار الناري عدة زوارق ممكن أن تكون محملة بالديناميت والمتفجرات، ممكن أن تصيب هذه الفرقاطات. يعني طرق قتال يجب أن تقاتلهم بأساليب مبتكرة، لكن هم يعني تعرف يعني إذا تشوف القصف على الشاشة مالتكم عندهم أهداف وأقمار صناعية.